الدكتورة سهيلة نصر حسن، طالبة بالسنة الخامسة بكلية طب الإسكندرية، بنت جميلة جدا ومتفوقة جدا بدراستها، وكمان متدينة وبتحافظ على كل صلواتها زي ما ذكرت أسرتها. يا ترى بنت زي دي ليه لقوها مرمية من الدور الثامن قدام سكن طالبات بالمدينة الجامعية بالإسكندرية؟ يا ترى اللي حصل لها ده كان بإرادتها وإنها قررت تنهي حياتها، ولا كان مؤشر خطير لجريمة قتل مدبرة؟ كلها أسئلة ملهاش إجابة لحد دلوقتي، لأنها قضية لسه طازة وحصلة من 3 أيام تقريبا، ولسه رجال المباحث وفريق الطب الشرعي بيجمعوا الأدلة المطلوبة اللي هنفهم منها في النهاية هل دي جريمة ولا لأ. والحادثة دي قلب السوشيال ميديا كلها، وأكيد كتير منكم سمع عنها، بس احنا النهاردة هنتكلم عنها بشكل مختلف. فيلا بينا تعالوا معايا عشان نعرف مين هي سهيلة وإيه هي أصل الحكاية. بس قبل ما نبدأ قصتنا أتمنى منكم تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، وهاتوا مشروبكم المفضل، ويلا بينا نفك لغز قضيتنا النهاردة. كانت سهيلة بنت عندها 23 سنة، من أسرة متوسطة من محافظة البحيرة مركز أبو المطامير، من قرية صغيرة اسمها قرية تر. ومن كتر ما هي كانت شاطرة ومتفوقة بدراستها جابت في الثانوية العامة 99%، وطبعا المجموع العالي ده كان بيأهلها انها تدخل كلية الطب بجدارة. وبالفعل دخلت كلية الطب باسكندرية، طبعا هي من محافظة البحيرة وكليتها بالاسكندرية، فكان لازم انها تقعد بالسكن الجامعي، وفعلا قعدت فيه فترة من الوقت، لكنها مرتاحتش فيه خالص، وطلبت من اهلها انها تطلع منه في شقة بره تشترك فيها هي وزميلتها. وكانت بتقول لهم ان السبب انها مش مرتاحة، وان هي دراستها محتاجة تركيز وهدوء، وده مش متوفر بالسكن الجامعي. وبالفعل خرجت منه من 2 تقريبا زي ما قالت اختها مشيرة. اللي حصل يوم الحادثة إن سهيلة خرجت من شقتها وراحت عند 3 من زميلاتها بالسكن الجامعي. طبعا لحد دلوقتي محدش عارف هي راحت ليه وإزاي دخلت المدينة الجامعية، ومحدش حس بيها ولا شافها، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين السكن الجامعي بيكون الدخول ليه بكارنيه مخصص، وبيكون فقط للبنات وممنوع دخول الرجال أو أي شخص بدون تصريح دخول. فالسؤال هنا هي إزاي دخلت بدون إذن أو تصريح ومحدش أصلا شافها؟ ده واحد من ضمن ألغاز القضية المكعبلة دي. فجأة وبدون أي مقدمات الناس تلاقي بنت واقعة من الدور الثامن وجسمها متهشم خالص، وكمان الموبايل بتاعها كأن حد مكسره ومدشدشه على الآخر، وهدومها متقطعة. الناس طبعا بلغوا الشرطة بالحادثة، اللي جم على الفور وبدأوا بفحص المكان والجثة، ولاحظوا ان مفيش اي كسور بالجمجمة او الجسم، وكانت بكامل ملابسها، بس كان في قطع بملابسها من الناحية اليمين زي ما تكون كانت في خناقة، وده طبعا بناء على كلام اختها مشيرة. اختي حد موتها ورماها في جراج البيت. اختي ما فيهاش عظمه مكسوره، يعني يا فندم لو واحده بتترمي من الدور الثامن هتنزل ازاي؟ هتنزل جري. اختي ما فيهاش عظمه مكسوره، وقالوا لنا ان اختي واقعه على ظهرها، فقرات اختي كلها سليمه. واختي الهدوم اللي كانت لابساها فيها شد وقطعه الهدوم من جانب الايمن، معنى ذلك ان حد شد سهيلة، حد شد سهيلة وعمل فيها وحشه، قتلوا سهيلة. طب تعالوا نحلل النقطة دي. الجسم لما بيقع من مكان عالي الطبيعي ان هو يحصل كسور بالجسم، صح ولا لأ؟ وان الهدوم اللي عليه تكون زي ما هي سليمة. لكن مع سهيلة الله يرحمها حصل العكس، الهدوم هي اللي متقطعة والجسم سليم. ده يدل على ايه؟ ان البنت دي كانت في خناقة عنيفة وحد هو اللي رماها، او ان هي اتقتلت بطريقة تانية وبعدين عملوا انها وقعت. ده برضو احتمال. حقيقي قضية مليانة بالأسرار والألغاز المخفية. طبعا بدأت التحقيقات وعرضت المباحث الجثة للتشريح، وبما أنهم عرضوها للتشريح يبقى هم شافوا حاجة بالجثة خلتهم يشكوا إن دي مش قضية إنها قتلت نفسها، وده طبعا زود الشكوك حوالين ال3 بنات صحابها اللي كانت معاهم. وبعد استجوابهم قالوا إن هم كانوا قاعدين معاها وبيتكلموا عادي، بس هي كانت متضايقة وزعلانة علشان
ونقصت في الدرجات، وهي كانت متفوقة ومش متعودة تجيب درجات وحشة، وفجأة لقيناها قامت ورمت نفسها من الشباك. بذمتكم ده كلام ممكن حد يصدقه عن بنت زي سهيلة؟ لأننا لو دخلنا بشخصية سهيلة هنلاقيها بنت شاطرة وكانت نفسيتها كويسة جدا بشهادة زميلتها اللي كانت ساكنة معاهم، وكمان كانت متدينة ومش بتسيب فرض صلاة. وكمان كان آخر بوست نزلته على الفيسبوك قبل وفاتها بتقول فيه: أصلحني يا الله كي أستحق جنتك، اهدني ثم اهدني ثم ردني إليك ردا جميلا وأحسن خاتمتي. ده كلام يطلع من واحدة مكتئبة أو بدماغها أفكار إنها تموت نفسها؟ أنا سايباكم تحكموا بنفسكم. ونزلت أختها مشيرة بوست بتقول فيه: حسبي الله ونعم الوكيل، أختي اتقتلت، واللي يقول إن دي إشاعات ربنا ينتقم منه، وإن في واحدة استدرجتها من زميلتها بحجة تعالي زوري واحدة زميلتنا تعبانة، ولما وصلت قاموا 3 بنات زميلتها اللي ساكنين بسكن الطالبات ورموها من الدور الثامن. ولما وجهوا سؤال لمشيرة أخت الضحية هل كان في خلافات بين سهيلة وزميلتها بالسكن الجامعي، قالت: هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه وعاوزين التحقيقات تجاوبنا عليه. اخوها برضو محمود منزل منشور بيقول فيه ان اخت الدكتورة ماتت مقتولة، وان النيابة بتجري تحرياتها، وان الطب الشرعي هيثبت ده. ومنزل بوست كبير برضو فيه اشارة ان اخته اتقتلت وما موتتش نفسها. لكن بعض الاقاويل اللي جامعة اسكندرية بتروج ليها عشان طبعا سمعتها وسمعة سكن الطالبات فيها، واللي ما كانش همهم غير انهم يثبتوا ان سهيلة لما ماتت ما كانتش ساكنة في السكن الجامعي، قالوا ان بنتنا سهيلة كانت طالعة بمادتين وكانت حالتها النفسية متدمرة، ممكن يكون هو ده اللي دفعها انها تنهي حياتها. يعني منطقيا ازاي بنت متفوقة زي سهيلة كل سنة بتنجح بامتياز تطلع بمادتين؟ وهل منطقي ان هي تنهي حياتها في بداية العام الدراسي؟ طب ما كانت عملت كده اول ما طلعت النتيجة السنة اللي فاتت. ده سؤال. تاني سؤال: هو يعني اللي عاوز ينهي حياته يقوم يروح عند ناس تانية عشان يعمل كده؟ ما كان ممكن تعمله في اي مكان وهي لوحدها. طب سيبونا من السؤال ده. سهيلة طبيبة وعندها طرق كتير جدا تقدر تنهي حياتها بحكم خبرتها ومعرفتها بأماكن الحياة والموت في جسمها بدون اي عذاب او ألم، بحكم دراستها بالأدوية والعقاقير. ايه اللي يخليها تختار الموتة البشعة دي؟ وهنا هسكت شوية واسيبكم تفكروا حبتين. وفي آخر التطورات للقضية المحيرة دي إن أسماء المتهمة باستدراك سهيلة لشقة زميلتها نزلت منشور ليها على الفيسبوك، قالت فيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأضافت الطالبة أسماء السيد إنها هتسامح في حق الاتهامات اللي طولت على سمعتها عشان صديقتها سهيلة، واللي مش هتكون راضية عن اتهامات زي دي لصديقتها. وأكدت إنها مش هتتسامح في حق أسرتها اللي تعرضت لأذى نفسي كبير بسبب الاتهامات دي. وختمت أسماء السيد منشورها بطلب الدعاء ليها ولصديقتها سهيلة، وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم. ادعوا لسهيلة، ادعوا ليها ربنا يكون أحن عليها من الدنيا، وادعوا لي أنا كمان. ونفت إن ليها أي يد بإنهاء حياة سهيلة، وقالت: مش هتكلم قدام اي حد لان انا مش موجه ليا اي اتهام وانا ما عملتش فيها اي حاجة، ويمكن كان بينا خلاف بسيط لكن ما كانش يوصل ان انا اعمل فيها حاجة زي كده، وعمري ما اكون عملت فيها ده. واللي خلى اصابع الاتهام تتوجه ناحية اسماء السيد بعض طلبة الطب اللي قالوا واكدوا ان سهيلة ماتت بفعل فاعل، وان كان ليها خلاف مع مجموعة من البنات ومن ضمنهم اسماء دي، فعشان كده البعض بدأ يوجه ليها الاتهامات. وحاليا رجال الشرطة قبضت على العديد من الطلاب والتحقيق معاهم شغال لدلوقتي، وتفريغ الكاميرات ومعرفة مين المتسبب بإنهاء حياة سهيلة، واللي الكل أكد إن وفاتها بفعل فاعل. وزي ما قالت أسرتها إن تقرير الطبيب الشرعي المبدئي أكد إن وفاتها فيها شبهة جنائية وإنها مش وفاة طبيعية، واللي قالت الكلام ده أختها مشيرة. فهنا أسماء السيد خرجت على السوشيال
ميديا وبدأت تدافع عن نفسها بعد ما توجه ليها العديد من الاتهامات من زميلتها بكلية الطب وأصدقائها اللي كانوا عارفين علاقتها بسهيلة، واللي وجهوا ليها إن هي اللي استدرجتها للمدينة الجامعية وإن معاها شركاء تانيين كمان، وهم ال3 بنات اللي راحت سهيلة لشقتهم بالسكن الجامعي، وإنهم هم اللي تسببوا بإنهاء حياتها. وبعد ما عرضت عليكم كل التفاصيل المهمة والتطورات اللي حصلت لحد دلوقتي بقضية طالبة الطب سهيلة، فالنيابة هي اللي هتبين فعلا إذا كانت أسماء ليها يد في الموضوع وإن بالفعل استدرجت البنت ولا لأ. وال3 بنات التانيين اللي هم متهمين برضو بإنهاء حياة سهيلة تم القبض عليهم وبيتحقق معاهم، وطبعا مش هيتم إخلاء سبيلهم إلا لما يتم التأكد من إن ملهمش علاقة بالحادثة. طبعا سهيلة تم تحويلها للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وهيتم طبعا تشريح جسمها لمعرفة كل التفاصيل، وكمان تفريغ الكاميرات وتليفون أسماء وتليفون ال3 بنات المقبوضة عليهم كمان هيتم تفريغهم، ويشوفوا هل في محادثات ما بين سهيلة وما بين البنات دي، وهل في سبق إصرار وترصد وإنهم كانوا متفقين إنهم يعملوا فيها حاجة، وإنهم استدرجوها عن طريق أسماء لحل خلاف ما بينهم وبعدين شدوا مع بعض بالكلام وقاموا رموها من الدور الثامن. كل ده هيتم كشفه بالتحقيقات بالساعات القادمة، وإن شاء الله أي تطور بالأحداث هبلغكم بيها أول بأول. وبصراحة القضية دي شدتني لعدة أسباب، أولها إن هل ممكن يكون الجمال والتفوق والتميز سبب الغيرة وحقد وحسد من أشخاص تانية لسبب إنهم ممكن يقتلوا حد؟ بصراحة اللي شايفينه قدامنا الأيام دي من قصص لحوادث قتل بسبب الغيرة والحقد بقى كتير جدا، زي قضية نيرة طالبة العريش وغيرها من القصص والحوادث. بس اللي بستغرب له أكتر إن اللي بيعمل الحاجات دي شباب لسه صغير، يعني المفروض يكون كل هدفه بالحياة إنه يذاكر وينجح ويبني مستقبله، مش إنه يبص لزميله ويغير منه ويحاول يأذيه. بجد ظاهرة بقت مرعبة جدا. تاني حاجة شدتني ليها الغموض الغريب اللي فيها وعلامات الاستفهام الكتيرة جدا اللي محتاجة إجابات. طبعا إحنا هنتابع القضية لحد النهاية ونحاول نحل مع بعض كل الأسئلة، وفي النهاية ندعي لسهيلة بالرحمة والمغفرة، وإن ربنا يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وإن الحقيقة تبان وحقها يرجع لو كانت مظلومة، وربنا يصبر أهلها على فراقها ويربط على قلوبهم ويجعلهم من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.